السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهاردة قلنا نعمل مع بعض الحلاوة المفتقة. آم، احنا بنسمعها مفتقة، معرفش بقى في الحتة التانية بيقولوا الحلبة المعقودة او كده، معرفش. المهم يعني احنا هنعمل 2 كيلو عسل. دول 3 معالق دقيق، 3 معالق دقيق بالظبط. نسيبهم بس لما يعني ريحة الدقيق تطلع كده، بس ما يتلسعوش عشان ما يمررش معاكي. وكوباية الأول حطيت كوباية إلا ربع زيت يكون يعني نوع نضيف عشان ما يعملش ريحة معاكي. أنا حطيت كوباية إلا ربع، و3 معالق دقيق، يعني ربع كوباية دقيق بالظبط. واللي في ايدي دي كوباية سوداني. بس استنى بس الدقيق يطلع كده بس ريحته، وادلق ايه السوداني. انا النهارده بعت ابني يجيب قال لي عايز اكل حلاوه مفتقه يا ماما، قلت له هات لك مطربان. لقيته بيقول لك ده ب55 جنيه. فليه 55 جنيه؟ يعني انا عملت ال2 كيلو ده، تشوفهم طلعوا معايا قد ايه. انا حطيت السوداني يتحمص، بس ايه يعني تحميصه بسيطه كده، ما تتكيش عليه، يعني هو يا دوبك بس يشم النار كده، لانه بيكمل بقيه تحميصته. مع لسه هنحط السمسم والحاجات بتاعتها هوريها لكم. فيا دوبك بس السوداني ايه ياخد لون بسيط او معانا كده اهو. خد بصي لون اهو، احط عليه السمسم واقلب. اللي هيستحمل معانا الحرارة هو وهياخد وقت السوداني، فحطيته هو اول واحد. السمسم لا، مش هيستحمل حرارة الزيت. وغير كده هو محمص اصلا، يعني سمسم متحمص. عايزة تجيبيه ابيض زي ما يعجبك، بس لو جبتيه ابيض تحطيه بقى مع السوداني، تحطي الاتنين مع بعض. اسيبهم ياخدوا تحميصه كده مع بعض. ديت 3 معالق الحلبة العادية، الحلبة بتاعتنا الحصى. انا طحنت 3 معالق بالظبط، و3 معالق مغات محوج. يا دوبك دول بقى احطهم على بعض، مش عايزين تحميصه ولا حاجه. واحط اول كيلو عسل واحط الكيلو التاني، يبقى حطينا في الحله كوبايه الا ربع زيت ملهوش ريحه، وكوباية وربع كوباية دقيق، يعني في معدل 3 معالق. وكوباية فول سوداني، و... ومعلقتين 3 معالق حلبة محوجة، و3 معالق اللي هو الحلبة المحوجة اللي هو المغات، و3 معالق الحلبة الحصى. اطحنيها في المطحنة، وبعد كده صفيها يعني، وبعد كده انخليها بالمصفى عشان ما تبقاش يعني في زي مخرزة تحت لسانك كده. يا اما تجيبيها من عند العطار، هي حلبة مطحونة هتبقى ناعمة. انت عملتي 3 معالق في المطحنة عندك تمام، بس انخليهم، اوعي تحطيهم كده. انا هسيبها بصي هي ايه اللي فوق الوش دوت اول يعني يعني هتقلب معانا قلبة، والتانية هطفي عليها، بس ايديا فيها وايديا في اتجاه واحد، ولا اخش كده ولا اخش زي ما انا كده في اتجاه واحد كده. اول قلبة معانا والتانية، وخلاص اقفل. ومعانا ربع معلقة ملح ليمون. ما عندكيش ملح ليمون يبقى نص ليمونة بس، صفيها وحطيها. ملح الليمون ده هحطه اخر حاجة. لو عجبتكم بقى يا ريت يعني تعملوها وما تخافوش، حتى لو بكيلو عسل بس، وجربي وما تخافيش. ولو عجبتكم يا ريت تدعموني بقى بلايك وشير وسبسكرايب للقناة. بصي الفين السوداني والحاجات اللي فوق الوش كده، هي نزلت تحت وطلعت ايه، العسل طلع فوق الوش. انا حطيت دلوقتي اهو ملح الليمون، هتغلي غلوة بملح الليمون، غلوة بس كده، وبعد كده خلاص اشيلها من على النار. بس ايديكي فيها بحيث ان هي ما تكتلش معاكي، عشان هي طبعا فيها دقيق والمغاد دوت، دي كلها مواد يعني زي نشا كده بتقفش كده. بقول لكم كده خلاص عبيتها في مطربانات، جت معايا يا دوبك المطربانات دي بالظبط، ما عنديش من الكبيره بقى، قلت اتصرف. بصي انا بعمل لكم المعلقه كده من النص، بصوا هي ولا تقيله ولا خفيفه،
وريحتها وطعمها جميل. جربي وما تخافيش وإن شاء الله تطلع معاكي حلو. شكرا أوي. السلام عليكم ورحمة الله.